السلام عليكم ورحمة الله. اليوم بغيت نشارك معكم الرزيزة. أنا أول مرة غادي نجربها ونجحت معايا. هنا في الفيديو كنوريكم سبيسيال أولا دقيق القمح، ناعم جدا. ما تنديرش غير الفورس بوحدو، الصراحة خلطته مع سبيسيال، ولكن درت غير كمية قليلة. بحال مثلا إلا درتو 4 زلايف ديال الفورس غديروا غير زلافة ما عمرش ديال سبيسيال. وهنا كيتعجن بالماء بارد، درت شويه ديال الملحه وشويه ديال السكر. والعجينه كتبغي تكون قاصحه مزيان. وعاد تدلك، هي ماشي بحال العجينه ديال الرغايف، كتبغي دليك وكتبغي تكون قاصحه مزيان. الا كان الحال بارد ديروا الماء شويه دافي، الا كان الصيف ديروه غير من الروبيني. وكاين الناس اللي كيستعملوا الماء من الثلاجه باش العجينه كتجيهم قاصحه وكتساعدهم منين يكونوا كيهبطوها في الماكينه ما كتسيحش ليهم. المهم هنا غادي نخليكم معايا، غادي نعجنها وغادي ندلكها مزيان ونخليها ترتاح ونعاودو عاوتاني ندلكوها. هي الصراحة فيها الخدمة وفيها الدليك، كتبغي الدليك وكتبغي الخاطر الصراحة. و والعجينه ديالها صعيبه شويه، كتكون قاصحه وخصها تدلك قاصحه حتى كتولي ماشي رطبه ولكن كتبقى منسجمه. منسجمه، ما كتبقاش بحال هكا كيف ما كتشوفوا في الصوره باينه ما مدلوكاش. هنايا الصراحه مشيت للكوزينه وحطيت القصريه للارض باش يلاه نحكمها مزيان وندلكها. ومع درت شويه كميه كتيره، جاتني قاصحه بزاف. هنايا قسمت العجينه باش ندلكها مزيان. شوفوا بهاد الطريقه هذه كتبغي دليك مزيان وتغطى بالبلاستيك وبشي زويف، وعاوتاني ترتاح وتدلك عاوتاني مره اخرى، 2 مرات ولا 3، المهم انتي وجهدك. هنايا راه واخا كتبان لكم بحال هكا راه قاصحه، واخا هي راه منسجمه، ولكن راه باقا قاصحه. العجينه خصها كما قلت لكم خصها تكون قاصحه مزيان باش تعطينا الطوع في الماكينه منين نبغيو نهبطوها. صافي هنا عاوتاني خليتها ترتاح المره الثانيه وعاد غادي نبدا نقطعها. صافي هنايا غادي نقطعها على الشكل اللي بغيتوهم صغار كبار. انا هنا غادي نقطعها بشكل عشوائي، غتجيني وحده كبيره شويه وحده صغيره موين. انا المهم غير يعني ماشي غنبيعهم باش غنديرهم نفس الحجم، هادو غير للدار ليا. يعني غنقطعهم بالطريقه اللي بغيت. صافي ونقطعهم بهاد الطريقه، ومن بعد غنشكلهم على شكل حربول باش يدوز في الماكينه على شكل طولي بحال اللي كنصاوبوا الكومير اولا العجينه ديال اولا الفقاص. المهم هنا يخليكم مع الفيديو. صافي غنستمر على هاد الطريقه هذه حتى نكمل الكميه ديال العجينه اللي عندي كامله. وعاد ديك الساعه غادي نوريكم الطريقه كيفاش غندوزها في الماكينه. هنايا عندي الزبده بونه. غادي تشدوا الكميه اللي بغيتو على حساب العجينه، وغادي ديروها في مولينيكس وتضيفوا عليها كميه ديال الزيت، وغادي تطحنوها باش تجيكم بهذه الطريقه هذه. بحال الكريم باش تدهنوا بها العجينه، باش تجي سهله، ماشي غندوبوها في شي كاسرونه. صافي هنايا كنديروا ضروري كنديروا الطحين باش العجينه ما تلصقش لينا في الماكينه. صافي وغادي ندوزوها
في الطريقه اللي في البلاصه اللي واسعه في رقم 7 ونعاودوها في رقم 4. الصراحه راه تمحاو ليا بزاف ديال لي فيديوهات ديال كنصور والتليفون عمر وتمحاو صافي. ومن بعد غادي ملي تشوفوا العجينه رقيقه بقاو دوزوها يا في المدلك يا في شي قرعه يا في الرول ودوك الجرارات ديال الخيط، غير باش تبقى العجينه فيهم شويه تتقبط راسها، عاد كنزلوها من القالب. ما عليناش. هنايا قرصتهم صافي وغادي نردهم يطيبوا. قرصوهم بالطريقه اللي بغيتوهم غلاض رقاق اللي بغيتو نتوما صافي، وردوهم يطيبوا بهذه الطريقه هذه. وبالصحه والراحه. الى عجبكم الفيديو ما تنسونيش من التشجيع ديالكم بالضغط على زر الاعجاب وزر المشاركه، وشكرا مره اخرى.